أهلا بكم في تغطيتنا الحصرية للخبر العاجل. تابعوا معنا لحظة بلحظة الهجوم الحوثي الجديد على مدينة إيلات، الهجوم الذي أثار الرعب والهلع وأشعل التوتر في المنطقة. اليوم نغوص في تفاصيل هذا الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي، حيث أطلقت صواريخ دقيقة استهدفت عمق الأراضي الإسرائيلية، محدثة حالة غير مسبوقة من الذعر بين السكان، خاصة في مدينة إيلات التي شهدت تصاعد حالة الطوارئ وتحرك السلطات لتعزيز إجراءات الأمان. في تصريح حصري قال ممثل الحوثيين: لقد أظهرنا اليوم أننا قادرون على الوصول إلى أهداف استراتيجية داخل الأراضي المحتلة، وهذه الرسالة موجهة لإظهار هشاشة الأمن الإسرائيلي. هذا التصريح يسلط الضوء على تطور قدرات الحوثيين الذين فرخوا القادرين على ضرب أهداف بعيدة وذات رمزية استراتيجية، ما يضع إسرائيل أمام تحديات جديدة لم تواجهها من قبل. الهجوم لم يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل أحدث موجة خوف بين المدنيين الذين استنجدوا بالإرشادات الأمنية وسمعوا صافرات الإنذار تملأ أرجاء المدينة. الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها تظهر سيارات الإسعاف متجهة بسرعة والسكان يركضون بحثا عن الملاجئ. وفي رد سريع وحاسم خرج وزير الدفاع الإسرائيلي ليؤكد: إسرائيل تتعامل بكل حزم مع أي تهديد يمس أراضيها، سلامة مواطنيها، ولن نتهاون مع أي محاولة لتقويض أمننا. قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للتصدي لكل الأخطار. ويشير المسؤولون إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، وأن إسرائيل تعمل على تعزيز الدفاعات الجوية وزيادة الرصد الاستخباراتي لضمان عدم تكرار أي هجوم مماثل. خبراء الأمن يحذرون من أن تكرار هذه الهجمات قد يغير معادلات القوة في المنطقة ويزيد التوتر بين القوى الإقليمية، خاصة مع تزايد قدرات الحوثيين على تنفيذ ضربات بعيدة المدى بدقة متزايدة. وقالوا إن هذا الهجوم يشير إلى تحول كبير فيه استراتيجية الجماعة من عمليات محلية محدودة إلى ضربات بعيدة وذات رمزية سياسية. الممثل الحوثي أشار إلى أن هذه العمليات ليست مجرد رسالة عسكرية، بل سياسية أيضا، تقول إن الصبر الإسرائيلي لن يكون بلا حدود، وأن الجماعة تمتلك أدوات الردع والتأثير اللي بيدخلها طرفا لا يمكن تجاهله في أي صراع مستقبلي. وفي المقابل يركز الجيش الإسرائيلي على تعزيز الدفاعات الجوية وتكثيف الاستخبارات لرصد أي تهديدات محتملة، مؤكدا أن الرد سيكون سريعا وحاسما لضمان حماية المدنيين، وأن أي اعتداء سيقابل بمواجهة قوية. تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الحوثي أثار أيضا ردود فعل دولية، حيث دعت بعض الدول إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، في حين أشادت أخرى بقدرة الحوثيين على تطوير تقنيات جديدة. هذا يسلط الضوء على البعد الإقليمي والدولي لهذه الأحداث وما يمكن أن تسببه من إعادة رسم خطوط التوازن في المنطقة. وتشير التحليلات إلى أن هذا الهجوم قد يغير من ديناميكيات الصراع في المنطقة ويضع إسرائيل أمام خيارين: التصعيد العسكري المباشر أو البحث عن تهدئة مشروطة مع مراقبة دقيقة لكل تحركات الحوثيين. كما يؤكد خبراء في الشؤون العسكرية أن هذه الهجمات تمثل اختبارا جديدا لقدرة إسرائيل على الدفاع عن أراضيها ضد تهديدات بعيدة المدى، وتظهر تطور التكنولوجيا العسكرية لدى الجماعات غير الدولة مما يغير مفاهيم الاستراتيجية الدفاعية التقليدية. ومع كل هذه التطورات يبقى سؤالنا الأبرز: إلى أين تتجه الأمور بعد هذا الهجوم؟ هل سنشهد تصعيدا جديدا أم تهدئة مشروطة؟ الأحداث تتسارع وكل لحظة تحمل معها مفاجآت جديدة. كونوا معنا دائما في قلب الحدث لنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول ونحلل كل خطوة وتأثيرها على المعادلات في المنطقة. الهجوم الحوثي على إيلات لم يكن مجرد حدث عابر، بل هو مؤشر على تصاعد التوترات في المنطقة بأسرها، حيث بدأت التحليلات تشير إلى أن الحوثيين أصبحوا يمتلكون قدرات استراتيجية على مدى أطول ودقة أكبر في ضرب الأهداف المهمة، ما يضع إسرائيل أمام تحديات غير مسبوقة. المشاهد الأولى من المدينة أظهرت صواريخ مضادة للطائرات تعمل على اعتراض الصواريخ القادمة، بينما تحرك السكان بسرعة نحو الملاجئ. لتظهر الصورة حجم التوتر والخوف الذي اجتاح المدينة. في تصريحات جديدة قال ممثل الحوثيين: هذه العمليات تؤكد أن استراتيجيتنا قد تطورت، وأننا قادرون على فرض واقع جديد على الساحة الإقليمية، وأن أي تهديد للأرض اليمنية أو مصالحنا سيواجه برد حاسم. ومن الجانب الإسرائيلي أكد وزير الدفاع: الاستعداد الكامل لقواتنا ليس خيارا بل ضرورة، ونحن مستعدون لأي تصعيد. كل محاولة للاعتداء على مواطنينا ستقابل برد حازم وفوري. تحليلات الخبراء تشير إلى أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تغيير قواعد اللعبة، ليس فقط على مستوى الصراع المباشر بل على مستوى التحالفات الإقليمية والدولية. فالقدرة على ضرب أهداف استراتيجية في إسرائيل تعطي الحوثيين بطاقة تفاوض جديدة، وقد تؤثر على سياسات القوى الكبرى
تجاه النزاع في اليمن والمنطقة، كما أن استمرار هذه الهجمات يسلط الضوء على ضعف بعض أنظمة الدفاع التقليدية أمام التهديدات الصاروخية الدقيقة، وهو ما قد يدفع إسرائيل لتعزيز استراتيجياتها الدفاعية بشكل أوسع، بما يشمل تطوير أنظمة اعتراض متقدمة وتعزيز الرصد الاستخباراتي. بينما يتابع العالم هذه التطورات بقلق، يبقى تأثير الهجوم على المدنيين الأكبر، فالخوف والذعر الذي شعر به السكان يترك أثرا نفسيا طويل الأمد، ويؤكد أن الحرب لم تعد محصورة في ميادين القتال، بل وصلت إلى قلب المدن والمجتمعات المدنية. وفي الوقت نفسه يشدد المراقبون على أن مثل هذه الأحداث قد تدفع الأطراف الدولية للضغط من أجل تهدئة، أو على الأقل لفتح قنوات دبلوماسية عاجلة لتجنب تصعيد شامل قد يضر بالمنطقة بأسرها. تأملات الخبراء تشير إلى أن المعادلة قد تتغير في الأيام القادمة، حيث سيكون الرد الإسرائيلي حاسما، في حين أن الحوثيين يواصلون تطوير قدراتهم، مما يجعل كل يوم يحمل مفاجآت جديدة وتحولات محتملة في ميزان القوى. ومع كل هذه التحليلات يبقى السؤال الأبرز: هل سنشهد تصعيدا عسكريا جديدا في الأيام القادمة؟ أم أن هناك فرصة للتفاهمات مشروطة تحد من حجم التوتر؟ الأحداث تتطور بسرعة، وكل خطوة ستكون لها تداعيات على المستوى العسكري والسياسي وحتى النفسي للمجتمعات المعنية. ختاما، كونوا معنا دائما في قلب الحدث لنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول، ونحلل كل تطور بدقة وموضوعية، حتى تبقوا على اطلاع بكل جديد وحصري حول الأحداث الساخنة في المنطقة. ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وفعل جرس التنبيهات لتكونوا جزءا من متابعين المتميزين، وتبقونا على اطلاع دائم بكل جديد وحصري